ثابت عوض عبد ربه اليهري أبو وضاح من مواليد العام 1950 للميلاد في قرية نعم بوادي يهر الشهير أحد مكاتب يافع العشرة. درس في المعلمة لكنه لم يستمر فيها سوى عامين فقط، تعلم خلالها قليلا من مبادئ القراءة والكتابة. وحين كان عمره 14 عاما أجبرته الظروف المعيشية على الهجرة والاغتراب إلى المملكة العربية السعودية، وكان حينها لا يزال صبيا في بواكير عمره، وغادر مسقط رأسه ولسان حاله يردد: وشكلت الغربة للشاعر ثابت عوض وطنا بديلا وواحة خصبة لتطوير موهبته الشعرية وتوسيع مداركه الثقافية رغم قسوة البعد ولوعة الشوق والحنين ووعثاء السفر. فأنشد: وما لا يعرفه الكثير فثابت عوض لم يكن شاعرا فحسب، بل شاعرا وملحنا وعازفا ومغنيا، لكنه ترك مجال العزف على العود في وقت مبكر. وهذه المقطوعة عزفها الفنان ثابت عوض سنة 1975. وكان بعدي عن عرضي بعدي عاصي يحود، فالبعد الداير على الفكر العيش والهدود. أمه كم عشت في الغربة من أيام الجود، عديت فيها الشقايق والثواني عدود. ثابت بن عوض مدرسة، والخسران ذي ما درس. طلابي بكليتي يتلقون مني دروس. زميلي في الشعر هو من حمرة اسمه حسين محمد حسين، بيني وبينه قصايد عدة. هذه القصيدة بالذات اللي كانت أقوى القصايد: قال نابو هندنا المؤتمر حزب القوة الضاربة، بضرب بن عوض يعترف ولا يعلن الانسحاب، وأعضاء المؤتمر أيدوا ما قوله وما قلت به، قالوا من تعصى عليك افتح له ملف الحساب. فأنا قلت طيب. قال المولاي بن عوض وين الآلة الحاسبة براجع حسابي بها، ما أنا مقتنع في الحساب، ما لي في شريكي ثقة شاركته وأنا شاك به، لا أؤمن به ولا صدقه حتى لو حلف على الكتاب. من عام بالذات من عام 94 أخذت المسار. بداية المسار أول شيء أنا من أول كنت أعلل النظام في صنعاء، أعلله واتهمه بالخيانة واتهمه بالقتل واتهمه بالخدع، خدعنا وغدرنا الجنوبيين. وهم كانوا يرسلوا لي قصائد يقولون إذا أنتم أقوياء إحنا إيش نعمل لكم، وافقوا على هذا. لكن بعد حرب 94 كانت المواجهة أقوى، كانوا هم يتشفون بنا. شفته لما قال له، قالوا وأعضاء المؤتمر أيدوا ما قوله وما قلت به، قالوا من تعصى عليك افتش له ملف الحساب، يعني اسكت انت انفصالي، اقعد وساكت ولا الحق اصحابك اللي هربوا. قال شفت الشمس بعد المغرب لا كذبة ولا فزورة، وبصرت القمر جانبها بينافس ضياها نوره،
هذه البنت هي إنسانة من طينا ومعصورة من عين الحسد، حوطها بالقرآن سورة سورة. الخالدي هو الشماليين يعني في مصادمة، وانت يعني كأنك ترتاح لهذا الكلام. كل واحد يقول لي بعدين أنا قلت لازم أحاول إني أجيب قصيدة أشد بها من أزر الخالدي. تدري إنهم لما قلت الهاجس الليل ثابت عوض قال الهاجس قم تنهجر، ثابت عوض قال الهاجس قم تنهجر، حلق ما بن محمد شد من أزره. جوب على الناس دي دايم تتخبر، قالوا لما بن عوض ما يدخل العصر الحلبة يعني، قالوا لما بن عوض ما يدخل العصر. الخالدي والشماليين حوب الزور وهو مخيم عليه الصمت في يكره. قلنا لهم بل محمد جيت ما يقهر ولا يعول على ضيفه ولا حمره، شاعر مثالي تكفي بعشرة واكثر، تحجر له البيض ما بتهمه الكثرة. قلت أبقى حقوقي وحريتي، أبغى كياني كما ما كان، مش أنا ثابت عوض اللي أبغى حقوقي وحريتي، لا، الجنوب الشعب يناشد بيقول أبقى حقوقي وحريتي، أبقى كياني كما ما كان، أبقى الهوية الجنوبية لصادر الشيخ بن علوان. لمع نجم الأسطورة ثابت عوض اليهري عاليا في سماء الشعر الشعبي على مستوى الجنوب واليمن والخليج العربي، فملأ الأرض وشغل الناس بكلماته وأشعاره المتنوعة الأغراب بين الرثاء والهجاء والمدح والفخر والوصف والحكمة، إضافة إلى جانب المساجلات والبدع والجواب الذي يعد أبرز أغراض الشعر الشعبي في مناطق الجنوب واليمن، والذي حمل الشاعر من خلاله مهمة الدفاع عن الجنوب منذ حرب صيف 1994 من خلال مواجهته لعدد من شعار النظام اليمني الذين يشهدون له اليوم بالريادة. هذا الشاعر العظيم الذي ناضل بالكلمة وكان لكلمته صدى، حارب فيها كل أنواع الظلم وكان خير ممثل للشعب بالكلمة. فنشكر أبناء يافع على هذه اللفتة الكريمة. ثابت عوض اللي هذه أطال الله بعمره إن شاء الله يعتبر قائد جبهة، قائد جبهة لا زالت مشتعلة من 94 وما أو من نقول من بعد الوحي. يقول جبهة يمكن البعض لن ينتبه لها وإنما يسمع صوت الأغاني وبس، لكنها جبهة مشتعلة يعني من أجل القضية الجنوبية ومن أجل الجنوب. شاعر وفي ووطنه والشعبه بكلمته المضيئة، ودائما هو يعبر عن ما يحس به جميع أفراد الشعب، وأبياته الشعرية اللي كان يجيب كلها يحس بها كل مستمع. شاعر ثابت عوض شعره يأخذ فيه الأمثال في يافع كله وفي الجزيرة العربية كلها. احنا أبناء يافع يعني فخورين بثابت عوض، ويافع كامل فخورة بثابت عوض والجنوب بشكل عام، لما قدمها يعني من أشعار يعني تخدم القضية الجنوبية. الشاعر ثابت عوض اليهري يعتبر أسطورة الشعر الشعبي اليافعي والجنوبي واليمني عامة. هذا الشاعر يعني الذي له يعني أشعار كثيرة فيما يخص الثورة ويخص يعني كل ما جاء لها من يعني من أشعار ومن أشياء معينة. شاعر ثابت عوض شاعر غني عن التعريف، شاعر معروف في الجنوب في الشمال في كل مناطق البلاد، شاعر ثوري، شاعر. أتذكر له يعني أبيات من القصيدة عندما أقدم
يعني قوى الاحتلال اليمني بالاعتداء على يعني يافع، محاولتهم دخول يعني باتجاه رصد دخول السعدي، عندما قال ثابت عوض قال جانا علم بيشرف، جانا خبر نفتخر بهم رجال شراف، رجال بتسنتر الكوره وبتهدف 20 ضرب الزوايا و10 الاهداف. ورغم بؤس حال الوطن وهموم الغربة وألم الفراق، ظل قلب شاعرنا ينبض للحب، وعبر عن ذلك بقوله: بن عوض قال: وجمالة العسكرية لا لقيته حبيبي بلقوه التحية، لو سئل كيف قولوا له إني بحية، لا دواء فادني ولا علاج الصحيح. ولما يمتلكه الأسطورة ثابت عوض من غزارة في المعنى، كان للغزل من أشعاره حيزا كبيرا، كيف لا وهو الذي وصف لقائه بإحدى الفتيات في كريتر عدن بالشمس بعد المغرب، وهي القصيدة التي ذاع صيتها ولا تزال تفاصيلها غامضة لدى الجمهور، ومعناها في بطن الشاعر كما يقال. وحمل الشاعر الأسطورة لواء الشعر الشعبي بحكم ثقافته الواسعة وسرعة بديهته وبساطة أسلوبه وغزارة إنتاجه، حيث شكل ثنائي مميز برفقة الفنان القدير علي صالح اليافعي في الشعر والغناء الشعبي. تكريم الوالد ثابت عوض اليهري هو تكريم للشعر، تكريم للفن، تكريم لي أنا شخصيا. تكريم ثابت عوض يهمني كثير جدا. علاقتي بالوالد ثابت عوض هي علاقة الأب بابنه، ليس لها علاقة بالشعر والفن، هي علاقة أب بابنه. ربطنا الأعمال الفنية منذ عام 93، وتوالت الأعمال الفنية التي حققت شهرة كبيرة في الساحة الشعبية والساحة النضالية والسياسية، ابتداء من قصيدة ألا يدي عجبكم جو صنعاء، نسيت خور مكسر والطويلة، نسيت فل روضات الحسيني وكاذيها ونسمتها العليلة. ثابت عوض شاعر غنائي، شاعر كبير، السهل الممتنع. الشعبية الجارفة لن تأتي إلا عبر موهبة فرضت نفسها على الشعر وعلى الفن وعلى الساحة النضالية والسياسية والمجتمعية. ثابت عوض هو يعتبر ممثل هذا الشعب، هو محامي لهذا الشعب الذي عانى الأمرين. ثابت عوض شهادتي فيه مجروحة حقيقة يعني، وتكريمه حتى لو كان أتى متأخر، ولكن إنه أتى، الحمد لله إنه أتى. ألف ألف مبروك للشاعر ثابت عوض اليهري. وبنظرته الثاقبة وحسه المتقد سبق غيره من السياسيين والكتاب والشعراء لنقد نظام صنعاء وحكوماته الفاسدة منذ وقت مبكر. واستمر الشاعر الثائر في مقارعة الظلم ونقد الفساد والتمييز والإقصاء الذي مارسه النظام اليمني بحق أبناء الجنوب، فقد كتب الكثير من القصائد التي عبرت عن لسان حال كل جنوبي. فقال في إحدى قصائده عند انطلاق ثورة الحراك الجنوبي، قال ثابت عوض 2007 تبلور، يلا استر علينا من حكومة مجور. وفي العام 2018 للميلاد قرر الشاعر ثابت عوض اليهري ترك الغربة والعودة إلى الوطن في كنف الأهل والأصدقاء، وجاءت فكرة التكريم للأسطورة ثابت عوض اليهري كرد جميل من أبناء يافع نظير ما قدمه من خدمة للشعر الشعبي وليافع وللجنوب بشكل عام.